السلام عليكم. مرحبا بكم يا أصدقاء في برنامج واحة سلام. هذا البرنامج المنوع الذي يأتي من أجلكم أنتم أيها الأصدقاء الصغار، ومعي مجموعة من أصدقائي سيكونون معكم في الفقرات المختلفة والمتنوعة، فتابعونا. والآن مع فقرة ينبوع الواحة وصديقي عمر وريان. ترى ما هو موضوعنا لهذا اليوم؟ هيا بنا لنستمع. شكرا يا صديقنا منجوس، ومرحبا بكم يا أصدقائي الأعزاء. والفقرة التي نتعلم فيها كل شيء جديد، ينبوع الواحة. موضوعنا لليوم في الينبوع هو حب الدين الإسلامي الحنيف. فالدين الإسلامي ليس للدنيا وحسب كاليونانيين، وليس تعليما دينيا فقط مثل اليهودية قديما، إنما هو يجمع بين الدين والدنيا، ويعلمنا أيضا عن الآخرة وكيف نقدم لها. لذا يجب علينا أن نحب الإسلام بتعلمه، فيكون في قلوبنا قبل عقولنا وجوارحنا، فهو يرسم طريقنا للنجاح في الحياة، ونهتدي بالهدي النبوي الشريف، ونغرس روح الفضيلة بين أفراد الأسرة الصغيرة والكبيرة. وهنا رسالة صغيرة للأهل حتى يتربى الصغار في بيئة سليمة. لا بد أن يكون الكبار قدوة للصغار داخل المنزل. أيضا حب الإسلام يأتي من المدرسة التي لها دور مهم، فهي يقع عليها العمل الكبير والجهد الكبير، من خلال التعليم والثقافة والتربية. كذلك حب الإسلام ينمى في البيئة المحيطة، فمن حولك من الأصدقاء والأخوان، من خلال حث بعضنا البعض والتشجيع على أعمال الخير، كما نحمي بعضنا من أفعال السوء والشر. فهذا من صميم حب الإسلام، لأن حب الإسلام يأتي من عمل الطاعات وترك المعاصي والابتعاد عنها. إلى هنا يا أصدقاء قد نكون وصلنا إلى نهاية الفقرة، على أمل أن نلتقيكم مجددا في فقرة ينبوع الواحة. والآن يا أصدقاء هيا بنا لنتعرف عن معلومات جديدة ومعارف لم نكن نعرفها في فقرة هل تعلم مع صديقنا موفق. هيا بنا. السلام عليكم. هل تعلم أن عاصمة إريتريا هي أسمرة، وهي مدينة مشهورة بمعمارها الإيطالي، حتى أن بعض الناس يسمونها روما أفريقيا، وذلك للشبه الكبير في الأبنية والطرق. أصدقائي، أنتم تعرفون جحا وحماره، فلنستمع إلى قصصه الممتعة والمضحكة ولكن أيضا المفيدة مع صديقنا عبد السلام في فقرة مع جحا. هيا بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة مع حكايات جحا. حكايتنا لهذا اليوم هي بعنوان الذيل موجود.
قد يريد الإنسان إصلاح شيء هين فيفسد شيئا كبيرا، فماذا يفعل ليعيد ما أفسده؟ فلنشاهد سوية ماذا فعل جحا عندما احتاج إلى عدة دراهم. أخذ حماره ليبيعه في السوق، وأثناء الطريق نظر جحا إلى حماره فرأى ذيل الحمار ملوثا، فاستقبح هذا المنظر وفكر كيف يعالج هذا الأمر ويصلحه حتى يبيع الحمار بسعر كبير، فما كان منه إلا أن أخذ الذيل وقطعه وخبأه. ولما دخل السوق اجتمع عليه المشترون، ولكنهم أحجموا عن الشراء لما رأوا ما في الحمار من عيب. فلما علم جحا عن سبب إحجامهم عن الشراء قال لهم: فلنتفق أولا على السعر، والذيل موجود في مكان قريب. هذه الفقرة للأصدقاء الصغار، فقرة تعلم حروف اللغة العربية، وهي تعلم العربية. هيا بنا، هيا يا أصدقاء. مرحبا أصدقائي الصغار، سنتعلم اليوم حرف الجيم. الحركات. هيا رددوا معي. بالفتحة. تنطق. جا جا. بالضمة. تنطق. جو جو. بالكسرة. تنطق. جي جي. والآن مع الأمثلة والكلمات. ما هذا الحيوان الذي يظهر أمامكم يا أصدقاء؟ جمل. وماذا عن هذه؟ جبنة. وماذا عن هذا؟ جدار. ختاماً أصدقائي، ما رأيكم أن نقرأ قصة كاملة؟ حرف الجيم. ذهب جمال وجميلة لزيارة الجد والجدة. أخذت جميلة جبناً لذيذاً للجد، وأخذ جمال جوزاً وجزراً للجدة. قال الجد والجدة: أهلاً جمال وأهلاً جميلة. كان هذا حرفنا لليوم يا أصدقاء، إلى أن نلتقي مع حرف جديد. إلى اللقاء. كما شاهدتم يا أصدقاء، كان هذا حرف اليوم، والآن سنذهب إلى المسابقة، مسابقة الحروف مع ريان ومحمد وعلي. جهزوا معنا ورقة وقلما حتى تكتبوا. هيا بنا، هيا. مرحبا يا أصدقائي، كما شاهدنا كان هذا حرف الجيم، والآن مع صديقاي علي ومحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والآن مع مسابقة جديدة وحرف جديد ألا وهو حرف الجيم. ننتقل إلى الأسئلة التالية. السؤال الأول: أريد منكما أن تعطياني اسم رجل بحرف الجيم. تفضل يا جمال. محمد. أحسنت. هل لديك إجابة أخرى؟ جابر. أحسنت، صحيح، أحسنتما صحيحان. أريد منكما أن تعطياني اسم شجر أو نبات بحرف الجيم. تفضل يا محمد. أحسنت، صحيح. هل لديك إجابة أخرى؟ كنت حقول نفس الإشي. لا بس. أريد منكما أن تعطياني اسم حيوان بحرف الجيم. تفضل يا محمد. جمل. أحسنت. السؤال الثاني: أريد منكما أن تعطياني اسم بلد أو مدينة بحرف الجيم. تفضل يا علي. جزائر. أحسنت. وأين تقع دولة الجزائر؟ في قارة أفريقيا.
أحسنت، صحيح. وإلى هنا يا أصدقاء نلقاكم في حلقة جديدة ومسابقة جديدة وحرف جديد. إلى اللقاء. إلى اللقاء. والآن يا أصدقاء فلنستمع إلى قصص الأنبياء مع صديقي موفق وموسى بطريقة روائية ممتعة وشيقة. هيا بنا، هيا معي. السلام عليكم، كيف حالكم يا أصدقاء؟ سوف نكمل لكم قصة سيدنا إبراهيم، حيث توقفنا عندما أمر إبراهيم المسلمين بالذبح في عيد الأضحى. وعاد بعد ذلك وأراد أن يبني بيتا لله عز وجل. وكانت البيوت كثيرة جدا، وما كان بيت لله يعبدون فيه الله. وأراد إبراهيم أن يبني بيتا لله مع والده. ونقل سيدنا إبراهيم وإسماعيل الحجارة من الجبال. وكان إبراهيم يبني الكعبة مع إسماعيل بيديهما. وكان إبراهيم يذكر الله ويدعو. وأيضا إسماعيل كان يذكر الله ويدعو، حيث قال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتقبل الله من إبراهيم وإسماعيل وبارك في الكعبة. نحن نتوجه إلى الكعبة في كل صلاة. وأيضا يسافر المسلمون للكعبة في أيام الحج. ويطوفون في الكعبة ويصلون فيها، ويطوفون في الكعبة ويصلون عندها. بارك الله في الكعبة وتقبل الله من إبراهيم وإسماعيل. صلى الله على إبراهيم وسلم، وصلى الله على إسماعيل وسلم، وصلى الله على محمد وسلم. وكان لسيدنا إبراهيم زوج اسمها سارة. وكان لإبراهيم ولد آخر من زوجته سارة واسمه إسحاق. وسكن إبراهيم وإسحاق في الشام. وبنى إسحاق بيتا لله في الشام كما بنى أبوه وأخوه في مكة. وهذا المسجد الذي بناه إسحاق في الشام يسمى ببيت المقدس، وهو المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله. وبارك الله في أولاد إسحاق كما بارك الله في أولاد إسماعيل. وكان فيهم أنبياء وملوكا. وكان لإسحاق ابن اسمه يعقوب وكان نبيا. وكان يعقوب له 12 ولد، وكان أحد منهم اسمه يوسف بن يعقوب. ويوسف له قصة عجيبة في القرآن. سوف نكمل لكم القصة العجيبة في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين، هذا صديقكم موفق ناصر، وهذا صديقكم موسى كبيري، والسلام عليكم. أصدقائي، ما رأيكم بأن نتعلم حكمة جديدة مع فقرة حكمة اليوم؟ والأصدقاء عبد السلام ومحمد وعلي وصديقنا عبد الوهاب. هيا بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة لهذا الصباح الجميل. اليوم لدينا حكمة والتي تقول هي الحكمة: لا تؤجل عمل اليوم للغد. إذن ما رأيك يا محمد في حكمة اليوم؟ أعطنا رأيك. أنك أنك يعني ما تضيع أي شيء وهو لازم تسويه اليوم. أحسنت يا محمد، بارك الله فيك. إذن والآن ما رأيك يا علي في حكمة اليوم؟ أنك لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. يعني مثلا أنت تكون ماشي في طريق
الآذان أذن، فأنت تكون لديك العمل فتريد أن تذهب إلى العمل، فلا تؤجل الصلاة يعني لما ترجع إلى البيت فتصلي ما في 5 دقائق كلها تصلي ثم تكمل طريقك. ما عليك أن تؤجل، يجب عليك أن لا تؤجل. أحسنت يا علي، بارك الله فيك. إذا والآن ما رأيك يا عبد الوهاب في حكمة اليوم؟ مثلا عندي واجب الأستاذ أعطتني وأنا قلت أأجله في اليوم نعطي الأستاذة الواجب، فأعطيها يا أما لازم ما يصير أأجل الواجب لليوم اللي أنا لازم أعطيها، لازم أسوي الواجب الحين، أو إذا ما سويته الحين ستعصب علي. أحسنت يا عبد الوهاب، بارك الله فيك. وهكذا تكون انتهت حكمتنا لهذا اليوم أعزائنا المشاهدون. شكرا لكم لمشاهدة هذه الحلقة، لقد أفادونا الشباب الأعزاء بآرائهم الجميلة والتي استفدنا منها، وشكرا لكم وشكرا لهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أصدقاء، هل تريدون أن تعرفوا عن السلطان محمد الفاتح؟ هل تريدون؟ إذن هيا بنا معا إلى قصة الواحة والتي ستتحدث عن السلطان محمد الفاتح. هيا بنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اجلسا. لدي أخبار سارة جدا. أصبحت بستانيا في قصر الإمبراطور. سوف يكون الإمبراطور محظوظا ببستانيه الجديد، فهو من أهم الضباط لدى السلطان محمد. قويت علاقة قلعة جنك المحررة بالبندقية. كنا نتحدث عن هذا الموضوع قبل وصولكما إلى هنا بقليل. أما بالنسبة للسفن فإنها تروح وتجيء إلى المرافئ بحرية تامة. وتزايدت أعداد الرسل والسفراء إلى بلاد الصرب، وكثرت الوفود المحملة بالهدايا، ونحن لا نعرف سبب ذلك بالضبط يا بهادر. السبب أنهم ينتمون إلى مذهب واحد. سنقابل السلطان يوم الجمعة، يجب إبلاغه بالأمر. سأعتمد عليك في جمع الأخبار. زغلوش باشا، ما رأيك فيما يجري؟ ألا ترى أن هناك أمورا مريبة تحصل، وأن الأخبار التي تصل إلينا تنذر بالخطر؟ إن الأخبار التي حملها إلينا سليمان لها أهمية كبيرة، فأهل القسطنطينية مشغولون ببناء أسوارها ويعدون العدة ويجمعون القوى في جيش صليبي واحد، وستكون القسطنطينية نقطة انطلاقهم. أيها السلطان محمد، حكام القسطنطينية لا يعرفون ما الذي يمكنك أن تفعله. يا رئيس الوزراء خليل باشا، قربوا شيخ شمس الدين وأكرموه. أمر مولاي. أريده عضوا دائما في مجلسي، فإن استشارته أمر يهمني. وبعد يا سليمان، أخبرني، ماذا قال خرزدادة؟ الإمبراطور قسطنطين ينوي التزوج بإحدى قريبات ملك الصرب. قسطنطين يريد أن يضمن مساعدة الصرب له إن لزم الأمر.
وهذا يعني أنه ينوي قتالنا حقا، أليس كذلك؟ تفضل يا شيخنا. شكرا لك. أهلا بشيخنا الجليل شمس الدين. أهلا بك يا شيخنا. أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. لقد شرفتنا بقدومك أيها الشيخ الجليل. أحببت أن أطمئن على السلطان وأسلم عليه، فأنا لم أره منذ مدة. تفضل اجلس. السلطان يفتخر بك دائما. بارك الله فيه وفي دولته. إنه دائم السؤال عنك ويرغب في أن تشاركه في مجلس الحكم. أنا؟ لا يسعني أيها الوزير إلا السمع والطاعة، وليوفقني الله لما فيه خير بلاد المسلمين. آمين. اللهم أصلح أحوالنا وانصرنا على أعدائنا يا رب. قل لي أيها الشيخ الجليل، ما هي أخبار قونية ديار مولانا، وما أحوال الناس هناك، وكيف ولاة أمرهم معهم؟ إن مولانا السلطان يخشى بطش أمراء القرمانية بأهلها. أخبار لا تسر. قرمان أغلو يزيد عدد جنوده، والفتنة تفعل فعلها، والناس تغلي. الآن مع فقرة التحدي الذي سيتناول العقيدة والدين الإسلامي مع صديقي محمد وعلي. جاهزون يا أصدقاء؟ هيا بنا. السلام عليكم يا أصدقاء. في فقرتكم المحببة التحدي، وصديقي محمد وعلي، وأنا صديقكم منجوس. الآن يا أصدقاء، هل أنتم مستعدون؟ أجل، نعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا يا أصدقاء، ندخل إلى الأسئلة مباشرة. السؤال الأول لك أنت يا علي، هل أنت جاهز؟ جاهز بالتأكيد. إذن السؤال يقول: كيف نؤمن بالرسل؟ هل بالتصديق بهم؟ أم بعدم اتباعهم؟ أم بالتكذيب بهم؟ الجواب هو الجواب الأول. بالتصديق بهم. فلنرى هل هو جواب صحيح؟ الجواب صحيح يا علي، أحسنت. أجل، لقد فعلتها. فلننطلق إلى السؤال الثاني لصديقنا محمد. وأنتم يا أصدقاء لا تنسوا أن تجاوبوا أيضا على السؤال. السؤال يقول: ماذا في القبر؟ هل نعيم أو عذاب؟ أفعى ضخمة أم لا شيء؟ ما رأيك يا محمد؟ ماذا يوجد في القبر؟ الجواب الأول. الجواب الأول، نعيم أو عذاب. فلنرى الإجابة هل هي صحيحة؟ أحسنت يا محمد، أحسنت، لقد كان جوابا صحيحا. نعم، فعلتها. ممتاز. الآن نحن متعادلان، صحيح؟ محمد وعلي. واحد. إلى السؤال الثالث مباشرة. السؤال يقول لك يا علي: ما هو الإيمان باليوم الآخر؟ هل هو أحلام؟ أم لا يوجد أصلا يوم آخر؟ أم هو الإيمان بيوم القيامة والجنة والنار؟ ما رأيك يا علي؟ الجواب الثالث. الجواب الثالث هو الإيمان بيوم القيامة والجنة والنار. فلنرى. أحسنت يا علي، لقد كان جوابا صحيحا. أجل، لقد فعلتها. ممتاز جدا. فلنذهب معا إلى السؤال الثالث، أو هو الرابع.
ما رأيكم يا أصدقاء؟ الثالث. لا، هو الرابع. لقد نعم. أخطأت. لا مشكلة. فلنذهب يا محمد إلى السؤال الرابع. السؤال يقول: كيف نؤمن بالقدر؟ هل بالشكوى أم بالرضا بقضاء الله أم بالتضجر؟ ما رأيك يا محمد؟ الجواب هو الثاني. هو الثاني، بالرضا بقضاء الله. فلنرى الجواب. أحسنت يا محمد، لقد كان جوابا صحيحا. نعم، فعلتها. ممتاز جدا. ما معنى التضجر يا أصدقاء؟ هل تعرفونه؟ اكتبوا لنا في التعليقات. أحسنتم، ننتظر جوابكم. إلى أن نلقاكم في فقرة جديدة من فقرتكم التحدي. نترككم في حفظ الله ورعايته. هذا صديقكم منجوز وصديقي محمد وعلي. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء. أصدقائي، هل أنتم جاهزون لحل اللغز مع فقرة لغز اليوم؟ وصديقنا عمر هيا بنا فلنحل اللغز معا. هيا بنا، هيا. مرحبا بكم يا أصدقاء في لغز اليوم. كانت إجابة اللغز الماضي هي السحاب، وأغلب إجاباتكم كانت صحيحة. أحسنتم يا أصدقاء. الآن مع لغز اليوم. ما هو الشيء الذي يملأ الغرفة ولكن لا يأخذ مساحة؟ أرسلوا لنا أجوبتكم عبر الرقم الظاهر أو على السوشيال ميديا. نراكم يا أصدقاء. كم يحضركم لما عملتي يسمونها روما أفريقيا. كل مرة تصير طيب.